هنالك سبب قوي دعا بآل عبد المطلب إلى أن يأتوا بحليمة السعدية. أنا ما أقول القصة مفبركة، مستحيل. أنا أؤمن بأن حليمة السعدية موجودة، لكنها لم ترضع النبي صلى الله عليه وآله. النبي لم يرتضع إلا من ثدي آمنة سلام الله عليها، هاي عقيدتنا. أما حضنته كانت كالحاضنة، ما عندي مشكلة أنا. طيب لماذا آل عبد المطلب اضطروا أن يأتوا بحليمة السعدية وأن يذهبوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعيدا عن مكة؟ هذا يشبهنا إذا ما قرأنا في سيرة الأنبياء السابقين الظرف الذي عاشه إبراهيم الخليل عليه السلام إبان ولادته، والظرف الذي عاشه موسى صلوات الله عليه. إذا ما درسنا الظروف نجدها متشابهة، من حيث أولا ضغط قوى الاستكبار. قريش دفعت بكل ماكنتها العسكرية والإعلامية إلى ضرورة قتل هذا المولود الجديد بأي وسيلة من الوسائل. وإحنا ذكرنا المشاهد كيف أنه أرادت الكاهنة زرقاء اليمامة قتله وهو لم يزل جنينا في رحم آمنة. الغار الذي عاشه إبراهيم الخليل، نعم، يقول إن نمرود رأى رؤيا في عالم المنام إن هنالك نارا تخرج من بيت تارخ والد إبراهيم وتحرقه هو والمملكة. نعم. فاستشار الكهنة، قالوا له لابد أن تفحص أو لابد أن ترسل بالنساء أن تفحص المواليد الجدد أو الحوامل الجدد. وبالفعل تم الفحص فوجدوا أن السيدة سلام الله عليها والدة إبراهيم حامل. فبدأ التضييق. يقول لحظة ولادته، هذا نص الإمام الصادق عليه السلام، قال لها تارخ، قال لها خذيه وضعيه في غار ثم أجيفي عليه الباب، سدي عليه الباب. قالت والرضاعة؟ قال إن الله يتكفل به. وبالفعل أخذته ووضعته في الغار، وبقي الغار ظرفا لحفظ إبراهيم إلى 40 يوما. بعد 40 يوم لما تعب النمرود في البحث عن المواليد الجدد، لما لم يصل إلى السيدة سلام الله عليها والدة إبراهيم وتعب، يقول بعد 40 يوم فتحوا وإذا به ينمو نمو الذي ينمو في يوم أو ينمو في أسبوع كأنه نما في أكثر من شهر، ووجدته صلوات الله عليه معافى. الظرف الذي عاشه إبراهيم الخليل هو الغار. كان الغار ظرفا لحفظ إبراهيم الخليل صلوات الله عليه، مثلما كان المهد ظرفا لحفظ موسى إبان ولادته. لاحظ السيد الكريم، الله أوحى إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي فألقيه في اليم. نعم. أي هذا المهد الذي جعله الله ظرفا لحفظ موسى من بطش فرعون تكرر في ديار حليمة السعدية. أنه قصة حليمة السعدية وقصة الإرضاع وقصة الحضانة وإرسال آل عبد المطلب لوليدهم العظيم محمد صلى الله عليه وآله لأكثر من 3 سنوات في الطائف أو في شرق مكة، إنما كان كغار إبراهيم عليه السلام لحفظه، وإنما كان كمهدي موسى صلوات الله وسلامه عليه لحفظه. فكان واقع حليمة السعدية عبارة عن ظرف أمني لوجستي لحماية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من الاغتيال. وهذا هو السيناريو فلنقل الأقرب لفهم دور ودخول حليمة السعدية إلى ديار آل عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليهم. بعض النصوص يقول هو الآن من تسألهم يقول لك هو الآن أرسلته صلوات الله عليه كعادة العرب، أولا لكي يتعلم الفصاحة، والأمر الثاني لكي يكون محاربا شجاعا، والأمر الثالث لكي يكون قويا في بدنه. طيب هو يريد أن يتعلم الفصاحة، يعني هل من المعقول أنه الذين هم معدن الفصاحة ومنشأ الفصاحة يستوردون الفصاحة واللغة وفقه اللغة من غيرهم؟ وأنا الناس دائما أذكر من قالوا للأكثم بن صيفي حكيم العرب ممن تعلمت الحكمة والأدب، قال تعلمت الحكمة والأدب من سيد العجم والعرب ذاك أبو طالب ابن عبد المطلب سلام الله تعالى. يقولون أنا أخذت الحكمة والأدب والبلاغة والفصاحة من أبي طالب العظيم من عبد المطلب. فكيف عبد المطلب العظيم يرسل ولده محمد صلى الله عليه وآله إلى البادية وهو معدن الفصاحة؟
طيب يقول لك يتعلم الشجاعة، وآل محمد كما تعلم صلوات الله عليهم أجمعين هم أشجع العرب بلا منازع، ابتداء من هاشم العظيم إلى عدنان، كلهم كانوا أشجع العرب، ودورهم واضح المعالم في قيادة المعارك وفي حفظ أمن مكة آنذاك. فكلها قضايا أنا أتصورها أرادوا بها طبعا العباسيين أن يربكوا أيام ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم حتى إذا كان يشتد عوده سماحة الشيخ أيضا نعم. يشتد عوده، فبيئته تساعد على اشتداد عوده. بيئة مكة نعم. الآن عندما أبعده عبد المطلب سلام الله عليه إلى ديار حليمة السعدية، نعم. أما في شرق مكة أو في الطائف، أولا وفر له أجواء آمنة، وهذا مهم جدا. نعم. أنا لا أستبعد، ما لقيت نص بس وحقك ما أستبعد أن السيدة آمنة بنت وهب ذهبت معه مع النبي الأكرم يعني ما عندنا، أنا ما قرأت نص أن السيدة آمنة بنت وهب سلام الله عليها سلام الله أرسلت وليدها العظيم وبقت. وبقيت زين هاي أم موسى سلام الله عليها، القرآن نقل معاناتها عندما تركت ولدها فأصبح فؤاد أم موسى فارغا. زين وآمنة ومحمد أعظم، هل من المعقول آمنة بنت وهب تسلم وليدها، تسلم ابنها إلى امرأة لم تسلم، إلى قوم لم تعرفهم؟ وهل إن عبد المطلب عليه السلام لم يمتلك بعدا أمنيا لوجستيا يسلم النبي صلى الله عليه وآله إلى قبائل لعلها تعطي النبي صلى الله عليه وآله، لعل النبي يسترق من بينهم، لعل النبي يختطف من بينهم؟ القضية إجراء متكامل. أراد عبد المطلب أن يحافظ على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحجة الارتضاع، أرسل على حليمة السعدية. والغريب سيدي، الغريب يقول لك أنه لما ورد بعض النسوة، هذا نص عندي يقول لما نظرت إليه رفضته لكونه كان يتيما. العلامة السيد مهدي الروحاني المحقق الكبير يقول أن دعواهم بأنها رفضته ليتمه، هذا يتكلم عن صبي ضائع، مو يتكلم عن درة يتيمة هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا عبد المطلب ماذا فعل؟ أرسل على حليمة السعدية بحجة الارتضاع، أرسل معها آمنة سلام الله عليها، أبعدها ل3 سنوات كاملة هي وابنها في ديار حليمة السعدية، أرسل معهم قسم من رجالات آل عبد المطلب ليشكلوا حراسة أمنية مشددة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فكان ديار حليمة السعدية عبارة عن ظرف متكامل لحفظ النبي، لرعاية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم يعود النبي. طبعا هم حاولوا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وآله يتيما، وإحنا عندنا نصوص لا، النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يتيما. عندنا نص يقول أن عبد الله توفي بعد أشهر، عندنا نص يقول بعد 28 شهر، نعم. يعني 2 و4 أشهر يعني توفي عبد الله صلوات الله عليه. إذن عملية تبادل أدوار كلها قضايا أمنية لوجستية لحفظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين ما عنده مشكلة، أكو نصوص للأسف تجعل من آل عبد المطلب يتعاملون مع الحدث بتعامل عجيب. هذا نص بين يدي غريب جدا، يقول كان هنالك رجل يسمى يوسف اليهودي، يقول دخل إلى ديار آل عبد المطلب قال اعرضوا علي وليدكم، إن هذه الليلة ولد فيها مولود. يقول نظرت إلى السماء وإذا بالنجوم تتضارب والشهب تكثر. فيقول ذهب إلى دار عبد المطلب سلام الله إلى دياره فقال اعرضوا علي وليدكم، فمشوا إلى باب آمنة فقال اخرجي ابنك حتى أنظر إليه. يعني عجيب، السيدة آمنة بدون ما تستشير عبد المطلب. تقول الرواية فأخرجته في قماطه فنظر في عينيه وكشف عن كتفيه. أنا ما أدري، هاي هسه أنا مؤمن بالعلامة إنه علامة النبوة موجودة، بس ما أدري ياهل يجي يكشف، العباس بن عبد المطلب يكشف عن كتفه، أبو سفيان لعله كشف، ما أدري بحيرة الراهبة يكشف، ما أدري شنو القضية. وهل إن النبي ما عنده شخصية بحيث يقول له سيدنا يا رسول الله انزع ملابسك والنبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هالقضية. يقول فكشف عن كتفه فرأى شامة سوداء بين كتفيه عليها شعرات، يقول فوقع على الأرض مغشيا عليه فتعجبت قريش وضحكوا، قال أتضحكون هذا نبي السيف. هو هذا بيت القصيد، مو نبي الأخلاق، لا نبي السيف، مو نبي الجمال الإنساني والرقة والموضوعية والحضارة، هذا نبي السيف.
ليبيرنكم عن آخركم. ما شاء أي الله. هذا التأسيس. نعم. فمستحيل أنه عبد المطلب يرضى بأن آمنة تطلع على النبي وفق تلك الظروف التي أرادوا بها قتل النبي صلى الله عليه وآله. أحسنت سماحة الشيخ قيس محمد العوادي. هناك يعني الكثير من المحطات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كتب الأنساب أيضا تشير إلى أن هناك حادثة مر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مر بها عبد المطلب، ألا وهي حادثة القربان. نعم. لو أردنا أن نتوقف عند حادثة القربان ووقوع اختيار هذا القربان على عبد الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مناسبة ولادة الرسول الأعظم، وبالتالي دعنا ندفع الشبهات عن هذه الأسرة الكريمة ابتداء بالجد عبد المطلب وأبيه عبد الله. نعم، هناك إجماع من كتب السير كأنها تقطع بحادثة النحر، أن عبد المطلب قد نذر أنه إذا بلغ أبناءه 10 أن ينحر أحدهم إلى البيت. طيب المشكل وين أستاذ محمد؟ شوف كتب الأنساب، وشوف تشويش الذهنية الجمعية، وشوف الأدوار المتبادلة لجهد المنصور الدوانيقي عليه لعنة الله وأنبيائه ورسله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم يبعثون. أولا الكلب